نتائج الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا 2024 المؤهلة لنهائيات أفريقيا 2025، وترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الثانية، وموعد وتوقيت مباريات الجولة الثالثة، وفرص صعود المنتخبات العربية لكأس أفريقيا المغرب. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر اللايك. 12 مجموعة تخوض التصفيات ليتأهل الأول والوصيف من كل مجموعة، ما عدا مجموعة المغرب التي ضمنت التأهل للنهايات باعتبارها البلد المضيف. بالنسبة لمجموعة المغرب، سيتأهل المنتخب صاحب أفضل نقاط في المجموعة بالإضافة لمنتخب المغرب. أما بقية المجموعات سيتأهل المنتخب المتصدر والوصيف، ويشارك 48 منتخب في هذه التصفيات موزعون على 12 مجموعة بواقع 4 منتخب في كل مجموعة. نبدأ بالمجموعة الأولى. لعبت هذه المجموعة جولتين من إجمالي 6 جولات. في الجولة الأولى تونس تغلبت على مدغشقر بهدف مقابل لا شيء، وتعادلت جزر القمر مع غامبيا بهدف لكل منتخب. أما الجولة الثانية تغلبت تونس على غامبيا بهدفين مقابل هدف، وأيضا تعادلت جزر القمر مع مدغشقر هدف لكل منتخب، لتصبح المجموعة بهذا الشكل: تونس في صدارة ب6 نقاط، وجزر القمر وصيف المجموعة بنقطتين، وغامبيا في المركز الثالث بنقطة وحيدة، وأيضا مدغشقر تمتلك نقطة وحيدة في المركز الأخير بفارق الأهداف عن غامبيا. في الجولة الثالثة والتي ستكون في شهر أكتوبر، ستلعب تونس أمام جزر القمر، وستلعب أيضا مدغشقر أمام غامبيا. أما المجموعة الثانية لعبت جولتين. في الجولة الأولى تغلبت المغرب على الغابون برباعية مقابل هدف، وفازت أفريقيا الوسطى ب3 أهداف مقابل هدف على منتخب ليسوتو. وفي الجولة الثانية فازت المغرب بهدف نظيف أمام ليسوتو، وانتصرت الغابون على أفريقيا الوسطى بثنائية نظيفة، لتكون ترتيب المجموعة الثانية بهذا الشكل: منتخب المغرب في صدارة ب6 نقاط، ويليه منتخب الغابون ب3 نقاط مشتركا في النقاط مع أفريقيا الوسطى. في المركز الرابع ليسوتو بدون نقاط. الجولة الثالثة والتي ستكون بعد شهر تقريبا بداية شهر أكتوبر، سيواجه المغرب منتخب أفريقيا الوسطى، ويواجه الغابون منتخب ليسوتو. المجموعة الثالثة تغلبت مصر على منتخب الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة. وفي نفس الجولة الأولى فازت موريتانيا على بوتسوانا بهدف نظيف. وفي الجولة الثانية انتصرت مصر على بوتسوانا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء، وخسرت موريتانيا من الرأس الأخضر بهدفين مقابل لا شيء. المنتخب المصري في صدارة المجموعة ب6 نقاط، والرأس الأخضر ب3 نقاط، ويليه منتخب موريتانيا ب3 نقاط، وبوتسوانا حصالة المجموعة بدون نقاط. وتنطلق الجولة الثالثة في بداية شهر أكتوبر بمواجهة عربية في هذه المجموعة بين مصر وموريتانيا، والرأس الأخضر تواجه بوتسوانا. في المجموعة الرابعة التي لعبت جولتين مباريات الجولة الأولى، تعادلت ليبيا بهدف مقابل هدف أمام رواندا، وانتصرت نيجيريا على منتخب بنين بثلاثية نظيفة. أما الجولة الثانية خسرت ليبيا من بنين بهدفين مقابل هدف، وتعادلت نيجيريا سلبيا مع رواندا. مع بداية شهر أكتوبر سيواجه منتخب ليبيا متصدر المجموعة منتخب نيجيريا، ويصطدم منتخب بنين مع رواندا لحساب الجولة الثالثة. في المجموعة الخامسة انتهت مباريات الجولة الأولى بتغلب الجزائر على غينيا الاستوائية بهدفين مقابل لا شيء، وتعادل منتخبي توغو وليبيريا بهدف للكل. في الجولة الثانية بدأت بتعادل غينيا الاستوائية وتوغو بهدفين لكل منتخب، وانتهت بفوز الجزائر على منتخب ليبيريا بثلاثية نظيفة، لتكون ترتيب المجموعة الخامسة في الصدارة منتخب الجزائر ب6 نقاط، ومنتخب توغو مركز ثاني بنقطتين، وغينيا الاستوائية وليبيريا بنقطة وحيدة. مع بداية شهر أكتوبر تنطلق مواجهات الجولة الثالثة بمواجهة الجزائر مع توغو، وغينيا الاستوائية مع منتخب ليبيريا. المجموعة السادسة والتي لعبت جولتين من إجمالي 6 جولات، كانت الجولة الأولى انتهت بفوز السودان على النيجر بهدف نظيف، وفوز منتخب أنغولا بهدف مقابل لا شيء. وفي الجولة الثانية تعادلت غانا مع النيجر بهدف لكل منتخب، وفوز أنغولا بهدفين مقابل هدف على السودان، لتكون المجموعة بهذا الترتيب:
منتخب أنغولا في صدارة المجموعة السادسة ب6 نقاط، ومنتخب السودان في المركز الثاني ب3 نقاط، ومنتخب غانا والنيجر في المركز الثالث والرابع بنقطة وحيدة. في الجولة الثالثة تصطدم النيجر بمنتخب أنغولا، ويواجه السودان غانا، وذلك في بداية شهر أكتوبر القادم. في المجموعة السابعة تغلبت ساحل العاج بهدفين نظيفين أمام زامبيا، وتعادل منتخب تشاد مع سيراليون بنتيجة سلبية. والجولة الثانية فازت ساحل العاج بهدفين أمام تشاد، وتغلبت زامبيا على سيراليون، لتكون المجموعة بهذا الشكل: يواجه منتخب ساحل العاج منتخب سيراليون، وتواجه زامبيا منتخب تشاد في الجولة الثالثة مع بداية شهر أكتوبر. وفي المجموعة الثامنة تعادلت إثيوبيا سلبيا مع تنزانيا، وفوز الكونغو الديمقراطية على غينيا بهدف نظيف لحساب الجولة الأولى. أما الجولة الثانية تغلبت الكونغو على منتخب أثيوبيا بهدفين، وفوز منتخب تنزانيا على غينيا بهدفين مقابل هدف، لتكون المجموعة بهذا الشكل. وستواجه الكونغو تنزانيا وغينيا أثيوبيا في الجولة الثالثة. في المجموعة التاسعة كانت نتائج الجولة الأولى ونتائج الجولة الثانية بهذا الشكل. وفي الجولة الثالثة تصطدم غينيا بيساو بمنتخب مالي، ويواجه منتخب موزمبيق إسواتيني، وذلك بداية شهر أكتوبر القادم، لتكون ترتيب هذه المجموعة بهذا الشكل. في المجموعة العاشرة بعد نتائج الجولة الأولى والثانية جاءت المجموعة بهذا الشكل: في الصدارة منتخب كينيا، ويليه منتخب الكاميرون، وزيمبابوي مركز ثالث، وناميبيا في المركز الأخير. تنطلق مواجهات الجولة الثالثة لهذه المجموعة بمواجهة الكاميرون مع كينيا، ومواجهة ناميبيا مع منتخب زيمبابوي، وستبدأ الجولة الثالثة في شهر أكتوبر القادم. في المجموعة الحادية عشر بعد نتائج مباريات الجولة الأولى والثانية ترتبت هذه المجموعة بهذا الشكل: أوغندا مركز أول، وجنوب أفريقيا في المركز الثاني، ومنتخب الكونغو في المركز الثالث، وجنوب السودان في المركز الأخير. وتظهر لكم مواجهات الجولة الثالثة على الشاشة، والتي ستبدأ في بداية شهر أكتوبر. وآخر المجموعات لتصفيات أفريقيا بعد أن لعبت المنتخبات الجولة الأولى والثانية، جاءت منتخبات بوركينا فاسو والسنغال في المركز الأول والثاني على الترتيب، ومنتخب بوروندي مركز ثالث، ومالاوي في المركز الأخير. تنطلق مواجهات الجولة الثالثة الشهر القادم بمواجهة منتخب السنغال مع منتخب مالاوي، ومنتخب بوركينا فاسو مع بوروندي. بهذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.